قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتحب النبي؟ لو أنت شفته خيرت بين أن تراه وبين أي شيء تملكه، أنت فعلا على استعداد حقا وليس قولا، على استعداد أن تترك كل ما تملك لأن تراه؟ أتحب النبي؟ لا يتصور في المحب أن يخالف، ما يعرفش يخالف، حتى لو أراد قلبه المخالفة عاجز قلبه عن المخالفة. ما هو الحب كده. والوقت هو رأس المال الحقيقي، مش رأس المال الفلوس. رأس المال الحقيقي الوقت. مفيش نعمة في الدنيا إلا منغصة أبدا، لا تجد نعمة خالصة إلا في الجنة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الآخرة دي والدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أمعم الموازنة بينهم، قال مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم. قمت رايح على المحيط الهندي، على المحيط الأطلنطي ولا البحر المتوسط ولا البحر الأحمر، وقمت غارف من مية البحر بصباعك، طلعت كم جردل؟ ها؟ يعني اللي نقص من مية البحر دي كلها والمحيط ده ايه اللي نقص يعني؟ اهي الدنيا هي القطرة اللي طلعت في صباعك، والآخرة هي البحر المحيط. أتحب النبي؟ فإذا كان بينك وبين أي مخلوق خصومة، كن رجلا نبيلا فاضلا، خاف على نفسك ما تخافش عليه، واذهب إليه وقل له خذ كل شيء. أي مخالفة تسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مخالفة، يبقى لابد أن تتركها إذا أردت أن تلقاه على الحوض بوجه أبيض. بس هل أنت مستعد أن تفعل هذا؟ فعلا لا قول. ننزل شوية، أصل ده مقام عالي أوي، تسيب فلوسك اللي أنت ملياراتك دي، لكن أهل المحبة الحقة لا يترددون في فعلها، إنه يضحي بالمليارات ويضحي بالأولاد عشان يشوفوا بس، ليرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. كتير منا يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، صح؟ أقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على الرجل أن يلبس ذهبا، يستصعب أو يخلع دبلة الذهب، مع أن هذه في مقدوره. أهو لا هيدفع فلوس ولا هيفقد ولاد، ولسه عمال يقول لي أنا بحب النبي وما استغناش عن النبي وحضرة النبي. طب ده شيء في مقدورك أهو أنك أنت تفعله، ما الذي يجعلك لا تفعله؟ أنت لا تحب النبي مهما أقسمت بالأيمان الغلاظ أنك تحبه، لأن لا يتصور في المحب أن يخالف، ما يعرفش يخالف، حتى لو أراد قلبه المخالفة عاجز قلبه عن المخالفة. ما هو الحب كده. وإحنا مش بنقول في الأمثال بتاعتنا الحب أعمى، يعني لا يبصر، حبيبه يقول له تعالى يوم جاي على ملا وشه، حتى لو كان في هذا هلكته.